ايه هو الناسور العصعصي دوت؟ دايما الناس يسالونا ايه يا دكتور الناسور العصعصي ده؟ وده حاجه والناسور الشرجي حاجه ولا هما الاثنين واحد؟ الناسور العصعصي عباره عن كيس شعر بيتكون تحت الجلد ويبتدي يعمل لنفسه سكه او قناه تفتح لبره في الجلد، ممكن يفتح بفتحه 2 او اكتر، وكل ما تسيبه بيحصل التهاب ويتشعب، وممكن يوصل يفتح على الجنبين من خط النص كمان، ما يبقاش خط النص بس. بيبتدي الناسور دوت هو السبب الرئيسي بتاعه نمو الشعر. الشعره بنقول بتبقى ناشفه وتلف وتتنى في الجلد تعمل لنفسها قناه. في نظريه ثانيه بتقول ان بصيله الشعر بدل ما بتطلع مستقيمه وتفتح للجلد لبره بتمشي الميل وتمشي تحت الجلد وتعمل قناه تحت الجلد، وده من اسوأ الانواع لان هو دوت ممكن يرجعه تاني. في تاني نظريه بتقول ان هو ممكن بيكون كيس خلقي تحت الجلد ويفتح لنفسه سكه يفتح على الجلد بره ويعمل قناه او ناسور خارجي. طب ايه علاجه الناسور ده وانا احتاط ازاي منه، او لما يجي لي بقى هعمل ايه؟ وهو بيجي اكتر في سن الشباب وبيجي للولاد اكتر من البنات، واللي هم بيقعدوا فترات طويله على مكتب لسبب دراسه لسبب عمل اي حاجه بيبقى معرض اكتر ان هو يجيله الناسور العصعصي. علاج الناسور العصعصي بالليزر الجراحي افضل كتير جدا من الجراحه. في نوعين من الجراحه، جراحه مقفوله وجراحه مفتوحه. الجراحه المقفوله كان بيتشال الجزء اللي فيه الناسور الجلد بالانسجه لحد الجدار الغلاف العظمه اللي تحت خالص ويتقفل بغرز، وده كانت نسبه رجوع عاليه جدا بتعدي 50%. الجراحه المفتوحه ان احنا بنستأصل الجزء ده كله بقى الناسور بالجلد اللي حواليه بالدهون اللي تحت الجلد بالطبقه لحد العظمه، وبيفضل جرح مفتوح بتغير عليه كل يوم مرتين او 3 في اليوم لفتره قد تمتد ل4 شهور. وفي ناس كان برضو الجرح بيمتد معاهم وما يقفلش لو هو سمين شويه او حاجه، او لو مريض سكر الجرح بيمتد لفتره طويله بتوصل لسنه. لكن العمليه بقى بالليزر الجراحي مختلفه تماما، ما بيبقاش فيه جروح خالص لان الليزر ده عباره عن فايبر 600 مايكرو قسطره رفيعه بتدخل من فتحات الناسور الاصليه اللي موجوده. بندخل الاول بننظف ونكحت بمعلقه كحت، بنشيل الشعر والانسجه الميته، ندخل بعد كده بفايبر الليزر دي من الاخرام بتقفل القنوات بتاعه الناسور وبيختفي الناسور خالص. بعد العمليه ما بيكونش فيه غير خرمين او 3 صغيرين اللي هم بتوع الناسور الاصلي، ما بيحتاجوش غيار غير من اسبوع ل 10 ايام، غيار في البيت بسيط، وبتقدر تنزل شغلك من تاني يوم العمليه تماما، والالم بيكون معدوم خالص وبتمارس حياتك الطبيعي من تاني يوم العمليه. نسبه نجاح العمليه عاليه جدا بتتخطى 80 ل 85% زي الجراحه المفتوحه واعلى. وميزته الكبيره طبعا ان مفيش الجروح اللي بتقعد 3 4 شهور ومفيش مشكله الغيار ديت خالص. افضل حاجه لعلاج الناسور العصعصي فعلا هو الليزر الجراحي الدايود ليزر.